السلام عليكم الناس الكل. بالله يتفرجوا على الآثار هذه بتاع خدمة التراكس. هذه التراكس معناها بتاع السونات اللي كانت تخدم تو. شوف معناها هذه ضربة الأولى. شوف هذه الضربة الأولى خدموا هنا على أساس عندهم حقوه، معناها فما فويت ريادي يلوجوا عليه ما يلقوهش، تعدوا باقي هنا يلوجوا باقي عم حفروا هنا. تو هذه الحكاية براسك عندها حكاية نص ساعة ما خلطتش عليهم هنا، جيت نلقى كانت راس معناها شوف هذه البلاصة الثانية وهذيك من غادي البلاصة الثالثة. واحدة هذه وين واقف هنا الثانية ومن غادي البلاصة الثالثة. هذا خويا الخط نتاع الحلقوم نتاع الميل اللي متعدي معناها في الطريق الرئيسية في رمادة، الطريق الجهوية معروفة رمادة تطاوين. هذه يا خويا التطبيق متكلفة على المجموعة الوطنية الله أعلم قداش بالمليار، وبراسك عندها معناها تقريبا عامين من تبدلت، وينجم معناها المدير الفرعي هنا والمدير المحلي نتاع التجهيز يأكد لي الكلام هذا. هذه خويا متكلفة على الدولة مليارات، ما عندهاش عامين من الخدمة. شوف هاي شوف الفويت، وكنا حكينا وشكينا فيه الموضوع هذا عندنا أكثر من عامين ولا ثلاثة، وإحنا حكينا إحنا مع المسؤول هنا الفرعي سي لطفي مشكور وبارك الله فيه، ومش مقصرين هو والأعوان اللي يخدموا هنا معناها هيك هي حدود الإمكانيات نتاعهم، معناها عاطينهم بيوش وبالة وكهرباء ويدوروا في القوايل يرقعوا في الفويتات. هذه يا خويا الدولة التونسية. شوف الدولة التونسية باش تعرف انت معناها إدارة تخدم وإدارة تخرب. شوف خويا هذا فويت. شوف الطبية هذه تخدمت عندها عامين، تو الكهرباء من هنا ما تنجمش تتعدى، كان تجي من غادي كهرباء تجري شوية ما تجيش تعدى من هنا، على خاطر شوف الخدمة والترقية كيفاش في الطراب كان متعدى من الجهة اللي من غادي. هذه الطبية قلت لكم عندها عامين من تخدمت باهي. والحلقوم هذا حكيت مع المسؤولين، حكيت مع السيد المعتمد اللي وبارك الله فيه زاد، حتى هو راهو قايم بالواجب تاعه وقاعد نشوفه مناش رمي ورود ولا حاجه، لكن ما يسالش كي نعطوا كل حد حقه، واللي غلط زاد يتحمل مسؤوليته. اللي غلط والمقصر في الواجب نتاعه هنا يخدم في الاداره التونسيه يتحمل مسؤوليته يا خويا. السيد ولا السيده اللي على راس الاداره الجهويه هذه نتاع السونات في تطاوين بصراحه اللي باش نحكي لكم عليه ما لقيت له حتى تفسير. حكيت مع السيد المعتمد وحكيت مع سي لطفي المسؤول هنا على الفرع الجهوي، عفوا الفرع المحلي هنا في رمادة، حكيت له على الحلقوم والفويت وشنو الحكايه هذه الترقيع، معناها كل شهر شهرين يجوا يرقعوا. هذه ملك خاص الساعه، هذا ملك خاص معناها وين تمشي تلقى النزم تاع الماء. والمشكله هم عنده علمهم بفويت وما يلقوهش، قاعدين يبربشوا هكاك تقازه، معناها هكا هي حدود الامكانيات نتاعهم مساكين، عندهم بيوش فاس وبالا يلوج باش يرقع الفويت ما يلقاهش، يحفر بالتراكس غادي يحفر هنا يزيد يكمل يحفر هنا ويمشي على روحه. باهي هنا كما قلت لكم حكيت معاه راني ناسي لطفي، والمعلومه اللي فادني بها ان الحلقوم هذا اولا هو وقت اللي ركب في البدايه الكاليتي نتاعها ماهيش صالحه، نوعيه الحلقوم اللي ركب هنا نتاع الماء هذا ماهوش صالح انه باش يركب. الله اعلم في اطار شنو الصفقه اللي ركب بها، ما حاجه تو احنا ما تعنيناش كي مشيت على روحها وحكايه قدام. احنا قاعدين نحكوا في جديد، تو عندنا عامين والمراسله موجوده، نورمالمون المراسله موجوده عند سي لطفي ومراسلهم على اساس انه باش يتغير. هذا نحكي لكم راه وريتها، شوف من المسافه هيك 1 2 3 هذيك 4، والمره اللي فاتت وانا مصورين في الباج نتاع المعتمديه بحضور المعتمد موجودين قاعدين يرقعوا في بارتي هنا في الجهه من غادي من الدليسي. باهي معناها باش تشوفوا انتم في المسافه هذه بركه، شوفوا قداش فما من فويت. واحده طابي هلكوها كسروها كل عندها عامين تخدمت، هاكا 2 هذا 3 هذا 4. شوف النز، شوفوا حتى النوعيه نتاع التربه قاعده تتغير. شوفوا هنا تربه عاديه بيضاء، هنا احمر. هذا علاش يدل ان فما ماء قاعد يسرب من اللوطه. وين حتى البارتيه من غادي الارض مصلوبه غادي، وين حتى النوعيه نتاع اللون نتاع التربه قاعد يتغير، خاطر فما ماء قاعد ينزل تحت الارض. والفويت في بالهم فما فويت، ولكن الامكانيات اللي عندهم الله غالب ما نجموش يعرفوا الفويت وين، قاعدين ينبشوا بالتقاز هكاك يتقز
وين يجي يجهر. ماناش قاعدين نلوموا فيهم، هنا ناس يخدموا ارواحهم في القوايل، هذيك هي حدود امكانياتهم، الله غالب. الدوله هيك هي شو موفرت لهم، هذه هي دولتنا التونسيه ايش موفره. هنا بالله ميساج للمسؤول على الفرع المحلي هذا واللي دار جهويه في تطاوين، يا سيد ولا يا سيده، انا ما فهمتش علاش تجيك تشكيات وتجيك مراسله على فكره. استفسرت على الموضوع، راهو التيو هذا نورمالمون عنده عامين من اللي خالص. شوف انت تيو معناها قيمته 20 ولا 30 مليون، يكلف خسائر واضرار على المجموعه الوطنيه بالمليارات. معناها تيو ب 20 30 مليون، نرجعوا نكسروا تابي نبدله عندها عامين مكلفه تقريبا 2 مليارات ولا مليار ونص ولا الله اعلم، باللي تكون ماهيش اقل من الحق نتاع التيو اللي باش يغيروه باللي يكون. معناها احنا على تيو باش نبدلوه نكسروا غادي ونكسروا غادي ونتعدوا نكسروا غادي، اداره تخدم اداره تكسر. انا ما فهمتش يا اخي شنو الدوله هذه، شنو وين وصلنا، علاش المراحل اللي وصلنا لها هذه سبحان الله. بعدنا على الحس وبعدنا على المشاكل، قلنا يا اخي اموركم الشيء ولا معناها ولا على في املاكنا سبحان الله. معناها الواحد بني يقرب يطيح، الله اعلم المي وين يجري توني، الله اعلم. شيء جهر غادي جهر هنا رجع جهر من هكا، الله اعلم المي وين قاعد يجري تو. يا اخوي بالله تعملوا مزي كان تكلمنا تكركرونا على المحاكم وتهزونا وتجيبونا، طيبتونا بالمشي والجاي على المحاكم، كان سكتنا انا نشوفوا فيه سكات. هاي الضرب ولا في اللحم بأملاكنا الخاصة ولا جهران ولا ترقيع. وعلى فكرة البارتيه هيك اللي من غادي قسما بالله في مسافة متاع 4 متر وفما 5 رقايع، وهاو كان نكذب، هاو جماعة السونات شاهدين نجموا. أنا اللي بيجي واللي بيعمل كنترول كان فما كنترول وكان ما زالت فما دولة تراقب هي الساعة. أنا بنهبطوا الفيديو وإن شاء الله نلقوا تفاعل. أما تعالوا وصلوا جماعة السوناد العوان مساكين اللي يخدموا هنا فرمال، اسألوهم بالبارتي هذه قداش فيها من رقاع، قسما بالله فيها 5 رقايع، هذه ما بين رقاعة ورقاعة لفما 50 60 سنتي باش تشوف معناها خدمة متاع كعور وعد العور. شوفوا الدولة التونسية يا ناس يا مسؤولين وين وصلت. فرش يا خويا تعملوا مزية، شوفوا لنا حل في الحكاية هذه في أقرب وقت. عندكم تيو يا خويا يتبدل بدلش معناها تكسر لي في طبيعة من أول مخدومة عندها وليت من أول مخدومة مبدلة جديدة يا خويا، وأنا جيت كسر تدير لي رقعة متاع 4 متر ولا 4 متر ولا باس.